اخد السكراب على كتفي، اروح مستشفى ما برايفت، احاول اخش المستشفى، بيقول لك طب بكره بعده. انا اصلا عندي شغل 4 ايام في الحكومه، اروح الحكومه اقعد 4 ايام وارجع تاني اخد الشنطه على ظهري واروح بالسكراب وعايز اشتغل مش عارف. فجيت في مره رحت قلت بص، انا لو ما دخلتش اشتغلت النهارده ولبست السكراب ومسكت حاله، اقسم بالله ما انا شغال، واقسم بالله لا اسافر. هسافر ازاي والله ما اعرف. رحت حصل كالتالي، خلاص طب استنى بس شويه، بركن مش عارف ايه، ركنوني على جنب. الاتش ار كنت بجري ورا منه يعني، استنى الاتش ار، قال لي قدامي استناني بس شويه، استناه ساعه 2 3 ما جاش. قلت لو الساعه جت 12 خلاص. جت واحده وعزة وجلالة الله ما انا شغال في البلد تاني، انا هسافر والف على مكاتب السياحة كلها. انا مش عارف اصلا يعني، ممكن كان ساعتها كنت اشتغلت فترة كده، كنت ايه مثلا قلت انا هقدر ادبر فلوس التأشيرة وممكن التذاكر. رحت الف على المكاتب، التأشيرة بكام، التأشيرة بكذا. مكتب يقول لي التأشيرة ب 12000 جنيه، امين توكل على الله. تأشيرة الامارات ساعتها كانت ب 12000 جنيه، ال 12000 جنيه اهو ومشيت. تاني يوم قالهم بيكلميني يقول لي والله التأشيرة غلط. استغفر الله العظيم يا رب، يعني هو انت بتعمل معايا ليه كده يا رب؟ انت بتعقدها لي ليه؟ استغفر الله العظيم. يعني اروح اخد فلوسي اقول برضو انا مش مسافر، اروح الحكومه الاقي القبض زي 3000 جنيه ونص. بيقولوا لي ده القبض نزل عليه 3000 ونص مولد النبوي. والله العظيم قلت سبحانك يا رب، يعني انت بص التأشيرة غلت من هنا 2000 جنيه ورحت انت مزودني 3000 ونص من عند ربنا، وده اخر قبض هقبضه اصلا. رايح لافف تاني على التأشيرة، كام يا عم التأشيرة؟ ب 14000 جنيه. 14000 جنيه خد يا عم، ده 14000 جنيه اهو، ماشي فلوس تذاكر ما اعرفش اعمل ايه. بص لقيته بيكلمني تاني يوم، اقسم بالله هذا حصل لي، التأشيرة بتاعتك طلعت. تاني يوم انت قايل لي يا عم 5 ايام ولا حاجة، قال لي والله التأشيرة طلعت. فانا خلاص انا عارف ان انا فقري وطول عمري حظي فقري، فانا قلت لا التأشيرة دي تبقى مضروبة. بعت لواحد صاحبي يقول لي لا التأشيرة سليم، يقول لي طب خش تشيك عليها. اقول له ما اعرفش اتشيك ازاي. اقول له يا عم والله انا واثق ان التأشيرة دي سليمة، التأشيرة دي مضروبة، فانا مش مقتنع ان شيكو جاله تأشيرة. طلعت التأشيرة تمام. رحت رايح ايه مع واحد صاحبي حاجز التذاكر، كان ساعتها لازم 1000 دولار، 1000 دولار عشان تعدي من المطار. قلت رايح واحد صاحبي قلت له 1 2 3، قال لي خلاص ما تشغلش بالك. قلت له خلاص انا هاخد ال1000 دولار من هنا اعدي من المطار وابعتهم لك تاني. ادبر من هنا وادبر من هنا واحاول بص اتصرف في الفلوس. مش انا طالع الامارات معايا تقريبا يعني بالظبط والله حوالي 2000 درهم. ال 2000 درهم دولت اول عن اخر. عليا فلوس في مصر ومديون، وال 2000 درهم دولت اكل وشرب وسكن ومواصلات وكل حاجه تتخيلها. ولو عاوز ترفع سماعه التليفون محدش هيبعت لك فلوس، مفيش حد هيسندك، الدنيا بايظه مع الكل. فقلت خلاص رحت اخد ال1000 دولار من صاحبي وراح محول الفلوس ومش عارف ايه وبتاع وخلاص، وحجزت التذاكر ورحت متوكل على الله. طب انا هعمل ايه؟ ما اعرفش. معايا ترخيص التمريض؟ لا. بس انا الحمد لله من كتر التجارب اللي مرت عليا في حياتي انا عندي ايمان بربنا كبير جدا، وعارف ان كل ما الدنيا تخبط معايا، انا عارف ان انا بص يعني هي الدنيا طالعه نازله طالعه نازله، وكل ما تخبط معايا هتلاقيها طلعت تاني. واثق في الكلام ده. فانا جاي هنا واثق ان انا يعني الحمد لله ان ربنا هيكرمني. الهوا اتقلبت اهي شابوها. لميت شنط السفر وتوكلت على الله، سافرت ونزلت ايه على دبي. حد يعرف ان انا مسافر؟ لا. في حد هنا تعرفه؟ طب هو يعرف ان انت جاي؟ لا. طب انت عايز مساعده من حد؟ لا. طب انت عارف هتعمل ايه؟ لا. بس انا ناويها اللي انا هسعى على رزقي وربنا هيرزقني، وانا واثق مليون في المية ان ربنا هيرزقني. جيت هنا بعد 24 ساعة سفر، لأن أنا نازل على أبو ظبي، وعقبال ما جيت وعمال أدور على السكن. يعني أنا داخل مثلا مطار اسكندرية الساعة 4 العصر، وعقبال ما وصلت مثلا السكن، لأن معيش نت ومعيش خط ومعيش أي حاجة، واصل على السرير الساعة 10 الصبح تاني يوم. أنا ميت. طبعا أنت مفكر بقى اللي أنت هتاخد أول يوم ده راحة ومش عارف إيه، أنت واصل الساعة 10 الصبح هتاخده نوم وترتاح ومش عارف إيه. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله الساعة 2 الظهر كنت بلف على شغل في مول الغورية لابس. بص بعد يعني اكتر من 18 ساعه سفر، الساعه 2 الظهر بلف في المول على شغل. انا جاي بقاتل. ما هو انا لو انا رجعت تاني هتكون الدنيا خربت معايا، ورجعت سنتين ورا كمان، لان هيبقى عليا ديون ومش هقدر اعمل حاجه ومش هقدر اسدها. طب هتصرف كام؟ انا معايا 2000 درهم في جيبي، ولسه السكن، ما انت السكن اصلا كله لوحده يعني مثلا كان حوالي 1000 درهم مثلا في الشهر، لانه كنت بدفع باليوم. انت الفلوس اللي معاك يا دوبك تكفيك سكن، ولا معاك فلوس مواصلات، ولا معاك فلوس اكل ولا شرب ولا حاجه. تخش مرحله مش من القحط، من الذل وتهذيب النفس لدرجه لا تتخيلها، لدرجه ان انت انا معايا
كام باتيهايه جايبهم معايا من مصر يعني. انا عشت على اول 48 ساعه على باتيهايه يعني اكلت اول يوم باتيهايه وتاني يوم باتيهايه. ما انا معايا 2000 درهم بس مش عارف ممكن ايه اللي يحصل معايا، ممكن الدنيا تقع معايا. تخلص الاتنين باتيه ابدا اشتري، طبعا كل حاجه لازم تترجم لمصر. يا نهار اسود، ده انا اشرب ازازه ميه ب 30 جنيه، يا نهار اكل باتيهايه ب 50 جنيه. انا مش اكل حرفيا يعني. انت لما بتيجي في الاول كده كلنا بنمر بالمرحله دي، اللي انت حتى كنت عملت فيديو وضرب يعني مش عارف دخل 1.6 مليون تقريبا فيوز يعني. اللي انت بتحسب كل حاجه مصري، انت مستحرم على نفسك اللقمه. فقلت بس انا هشوف ارخص حاجه ممكن تعيشني ايه وهعيش عليها. كنت اجيب ال3 تونه وكيس العيش الريتش ب10 درهم، اقسم بالله اقعد عليهم 3 ايام ويكسر معايا اليوم الرابع كمان. طب انت يا ابني بتعمل في نفسك ليه كده؟ انا مش عارف بكره مخبي لي ايه. واقعد اول 8 ايام دولت ما اشربش كوبايه قهوه، ما اشربش كوبايه شاي. والله العظيم كان في واحد معايا في السكن في سنه كان يعزم عليا بس كوبايه شاي، اقسم بالله هذا حصل. يا عم اعزم عليا كوبايه شاي، انا هوافق. نفسي اشرب كوبايه شاي، مفيش. طبعا مش هروح اجيب بقى سكر وفرتك وبتاع، والدنيا احنا مش جايين نفرتك. والف على شغل وادور والدنيا تخبط. اروح المترو ابص الاقي التذكره ب7.5 درهم. يا نهار اسود، 7.5 درهم يعني انت بتتكلم في حوالي 100 جنيه ولا 150 جنيه مثلا. يعني انت 15 درهم انت بتتكلم في حوالي 200 جنيه مواصلات. يا نهار اسود. اول 3 ايام اصعب 3 ايام. ليه بقى؟ انت كنت في مرحله، انت واحد كان معاك عربيتك في مصر والدنيا كانت بتاكل وتشرب عادي والدنيا تمام. الدنيا متكسره بس الدنيا تمام. بس تلاقي نفسك في اختبار غير طبيعي. اروح ادور على شغل مطار، اروح امشي. اقسم بالله كنت بمشي في اليوم كانت الساعه تشهد عليا ب 30 كيلو على رجلي. ما انا بوفر بقى فلوس المترو يعني. انت هتعمل ايه؟ انت بتحاول توفر من كل حته لحد ما تقف على رجل صلبه، وبعد كده بص على ارض صلبه، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. انا اخد الفتره دي انا في جيش لحد ما ربنا يكرمني. لف واروح. ومره رحت المطار واقف عمال اشوف الناس مسافرين، اقول طب انا عملت في نفسي ليه كده؟ طب ما اسافر يا عم وارجع وخلاص. والله العظيم اقسم بالله المحادثه دي حصلت مع نفسي. اقول يا ابني ما ترجع وخلاص وكفايه بهدله وخلاص بقى يعوض عليك ربنا في اللي انت صرفته ده، ويعني رب هنا رب هناك وبتاع والدنيا. وانا كمان كان معايا تذكره عوده. فخدت قرار مع نفسي كده، قعدت شويه صعبت عليا نفسي وبتاع، اللي انا هروح الم حاجتي واحاول ارحل تذكره العوده دي واتكل على الله. طب يا ابني يهديك يرضيك، طب حلمك، طب دنيتك، طب مش عارف ايه. مفيش. طبعا محدش عارف حاجه. انت بتتكلم اوعى تفكر انت في البيت حد يعرف عنك حاجه. لا ده انا النهارده اكل فراخ والنهارده اكل لحمه والدنيا تمام، وكنت بتفسح والدنيا فل الفل وكله تمام يعني. انا 100 فل و10 يعني. ما حدش يعرف الكلام ده. روحت لهدي نفسي وانا مروح بقى في السكه والله العظيم 3 امشي. عارف انت يعني لما راجل يعيط بالدموع وبصوت عالي في الشارع، ما انت محدش سامعك، انت ماشي في الشارع في حر عطشان جعان، محدش سامعك، انت مفيش غير ربنا بس اللي سامعك. تقول يا رب انا عملت في نفسي ليه كده؟ يا رب يا رب انا عملت في نفسي ليه كده؟ انا ذليت نفسي ليه كده يا رب؟ وعيط. انتوا مش متخيلين الفتره دي كانت فتره مؤثره في حياتي لدرجه لا تتخيلوها. جيت على نفسي شويه، رحت الشارقه بعد 8 يوم تقريبا ليا هنا. وشوف بقى لما ربنا مثلا ايه يعني يخليك تطمن كده شويه. قابلت واحد صاحبي اعرفه وبتاع، وشربت اول كوبايه قهوه بعد 8 ايام. معرفني على حد ربنا يبارك له. الراجل ده هو حبني، يخلص شغله بالليل والله بالسياره ياخدني يلف على المستشفيات معايا بسيارته، اجمع الايميلات بتاعه المستشفيات عشان اقدم عليها، عشان ما الفش على رجلي الصبح. بص تلاقيه يقول لك تعالى احنا رايحين نتعشى في الحته الفلانيه. رحت رايح اكل فول وفلافل وبطاطس ومش عارف ايه وبتاع. انا قعدت 5 ايام بالظبط في الشرق، لان حسيت ان الشرقه صعبه بالنسبه لي، حتى اللف فيها اصعب. انت خدت على دبي شويه وبعدين اللي بينزل على دبي بياخد عليها يعني. فالراجل ده الله يبارك له وناس من اللي انا ما انساهاش في حياتي وصديق هو، وفي فرق سن كبير بس هو حبيبي قوي يعني. الراجل ده سكنني 5 ايام من غير ما ياخد ولا درهم. يقعد بعربيته يلف بالليل بيا على المستشفيات كلها اللي في الشارقه عشان اجمع الايميلات عشان ما الفش في الحر الصبح. يعزمني هنا ياخدني معاه مش عارف مشوار كذا، طب روح قدم مش عارف ايه، طب انا رايح مشوار كذا تعالى معايا لو لقيت حاجه اقدم. تبدا تبص انت تطمن شويه، تلاقي في ناس فعلا حواليك، في ناس ربنا بيقول لك طب بص خد اهو
في ناس ممكن تساعدك نفسيا. انت محتاج ساعتها حد يقول لك انت مش لوحدك حرفيا. ورجعت دبي تاني. طب حساب السكن؟ قال لك والله ما اخد حاجه. يا عم الله يبارك، يا عم والله يا عم انت ما تعرفنيش اصلا. سبحان الله، انت تعرفني منين؟ بس احنا اتعرفنا على بعض 5 ايام وسبحان الله القبول جه ما بيننا. رجعت بقى دبي تاني وقلت بص المره دي انا يعني خلاص انا ما عنديش حل تاني غير ان انا الاقي شغل. وفضلت بقى ادور والف على رجلي وقعدت اعمل فيديوهات كتير بقى. خلاص ما انا يعني بص عارف انت اللي هو انجوي ذا جيرني، اللي انت استمتع بالرحله بقى. خلاص هي دي الرحله اللي انت هتمر بيها بحياتك، فاستمتع بيها عشان ما تفضلش تقدر نفسك عشان ما يحصلكش حاجه. قلت خلاص بقى يلا يا خربانه خربانه يا عم، افرح وانت بتلف، صور مش عارف ايه، تروح المول ده تاخد الاكل اللي هو التيست الفري، مش عارف تروح ترش برفانات هنا ببلاش، تخش تظبط نفسك في المول ده مش عارف ايه. خلاص بقى انت استمتع بقى بحياتك، ما هي دي حياتك. افضل الف واحرق على شغل والف واحرق على شغل. وكان جالي لقيت ساعتها شغل بس قال لك مش عارف تاخد 2000 درهم ومش هنعمل لك اقامه غير لما مش عارف. قلت لهم لا، انا اهم حاجه بالنسبه لي الاقامه. انا لو مش هاخد قبض، لو مش هاخد فلوس وتعملوا لي الاقامه، بس انا عايز اثبت رجلي في الاول. انا شغلي الاولاني جه عباره عن صدفه. انا رايح مكان ما فعديت على العربيات اللي هي السبورت اللي هي ناحيه امباسيف والكلام ده. قلت بص انا العربيات دي شكلها حلو انزل اصورها، لان انا برضو بعرف اصور وكده، بس انا معايا التليفون بس يعني مش بس. قلت يعني اعمل اي حاجه واصور فيديو في المعرض ده واصور فيديو في المعرض ده واصور فيديو في المعرض ده وانزل يوميها 20 30 فيديو وانا منبهر بالعربيات كلها. بطريقه ما ان جالي شغل عن طريق حد. طب احنا مش عارف ايه، طب بس انا مش هعمل لك اقامه. قلت خلاص طبعا نشتغل مع بعض بشكل جزئي ومش عارف ايه. من الفيديوهات اللي انا نزلتها بتاعت العربيات دي، بصي اصلا الفيديوهات دي مش مترتب لها. بعد كده جاي لي الشغل اللي انا فيه، كنت بعمل رخص السيارات وكده. جالي اول شغل وتعرض عليا تاني شغل وتعرض عليا تالت شغل. قلت بس خلاص الدنيا بدأت ايه، بدأت تفتح. فبدأت ساعتها احس ان انت طول ما انت عندك يقين بربنا اللي انت هتعمل حاجة وربنا هيكرمك، او انت مش خايف لان انت واثق ان ربنا هيكرمك عشان انت عامل اللي عليك ومسلم امرك لله، ربنا هيكرمك. بص انا فضلت في فتره كده قحط 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 بقى. الرزق فاهم من كل حته، ده على هيئه علاقات، ناس بتطبطب عليك، بتتعرف على ناس معينه، يجي لك الشغل تيجي. خلاص كانت بدات ساعتها الفلوس تخلص معايا، لان كان اول شهر خلص وكنت عماله اتنقل هنا وهنا وفلوس المواصلات غاليه. كانت فلوس فعلا بدات تخلص معايا. الفتره بقى اللي انا قبل بالظبط ممضي الاوفر ليتر، او كان لسه الاوفر ليتر ده اخد فتره يعني انا ماضي تقريبا الاوفر ليتر بعد 55 يوم، عشان الناس بس اللي بتبقى مفكره مثلا جاي انا ممكن ربنا يكرمك بشغل من اول اسبوع، بس يعني انا ماضي الاوفر ليتر بتاعي بعد 55 يوم. طبعا الفلوس معايا قربت تخلص، مش عارف هعمل ايه، بس انا يعني انا واثق انها هتتحل. خلاص انا من كتر ما انا الدنيا خبطت معايا ورزعت هنا وصلت لدرجه يعني انت بتنام جعان. حاجات كتير قوي انت بتضغط على نفسك، انت بتفتري على نفسك حرفيا. فانا خلاص واثق ان انا ربنا هيكرمها ويسهلها. امشي في الشارع اقول اعمل ايه يا رب، يعني دبرها من عندك. عارف انت لما ربنا يسخر لك حد جندي كده من جنوده يبعت لك رزق لحد عندك. بصوا الحاجه دي انا ممكن اول مره احكيها على السوشيال ميديا، ممكن اهلي ذات نفسهم ما يعرفوش الحاجه دي. اقسم بالله امي يتواصل معايا حد يقول لي انا عايز اقابلك نفس الفتره بقى اللي جالي فيها الشغل ومش عارف ايه. قلت له طب خير، قال لي والله بس انا عايز اقابلك كده واتعرف عليك ومش عارف ايه وبتاع. رحت يا عم قابلته، ايه الاخبار، ازيك، عامل ايه، كله تمام الحمد لله. قال لي بص انا في حد يعني فاعل خير بعتني ليك يقول لك اتفضل. فبقول له ايه ده؟ سكنك بس كده عشان ايه يعني لمدة مثلا شهر ولا حاجة تظبط دنيتك لحد ما تظبط امورك. قلت له لا اسف. انا من جوايا بقول يا رب هو انت باعت ده ازاي؟ انت الشخص ده ولا من جنسيتي ولا يعرف عني حاجة، اقسم بالله ولا يعرفني. انت بعته ازاي كده؟ هو حاسس يعني انت هو سمعني ازاي؟ ولا انا يعني انت وصلت لي ازاي؟ انا ما اعرفش والله العظيم 3 ما اعرف. يقول لي بص انا مجرد مرسال، انا في حد بعت لك دولت
اتفضل خدهم، ولما ربنا يكرمك اعمل كده مع غيرك. قلت له لا والله، وانا فعلا بص انا في عز الاحتياج انا الحمد لله طول عمري ما بحتاجش حاجه من حد، الحمد لله ربنا بيكرمني وبيقدرني اللي انا عمري ما احتاج حاجه من حد، والحمد لله. بص لو ايه باللازم، بس عارف انت لدرجه ان انت هو خلاص هو ماسك يقول لي انا مجرد مرسال، انا مجرد مرسال، اتفضل، ولما ربنا يكرمك اعمل كده مع حد تاني يا عم يهديك يرضيك، ومفيش خلاص لو فخلاص. بيني وبينك انا يعني انا صعبت على نفسي وقعدت اعيط وساعتها كنت، بس انا هو ماشي خلاص وسابني، وحرفيا هي يعني مبلغ اللي انت يكفيك الفتره اللي انت لحد ما تشتغل، حرف اقسم بالله زي ما بقول لك كده. فانا عمال اقول يا رب انت بعته ازاي يا رب، انا اشتكيت لك بس انت بعت عبد من عبادك على طول كده يعني. انا بقيت اقسم بالله انا بكلمك وجسمي كله بيقشعر. انا بقول انت انا عايز اقول للشخص انت عرفت ازاي ان انا الدنيا خربانه معايا ماديا ومش عارف هعمل ايه، انت عرفت ازاي؟ ربنا بعتك ازاي؟ انت بقى ده فعلا الرزق لما بيكون هيجيلك لحد عندك هيجيلك لحد عندك. بس ده كان نتيجة حاجات كتير الواحد عملها في حياته، ولما جيت هنا ابتدت تتردلي. ممكن الحاجات دي يعني انا ما كنتش باخد بالي منها، بس انا لما رجعت كده قعدت ارجع في شوية حاجات كده انا عملتها زمان، بقول يا رب انت فعلا انت ما بتضيعش دور حد، انت ما بتضيعش حق حد، اللي بيطلع هنا بيجي هنا. الحمد لله الدنيا اتظبطت شوية، وكان ساعتها يعني عايز اقول لك ده جالي شبه المنقذ كده، وربنا هو اللي بعت والله العظيم يا جدعان، اقسم بالله ربنا هو اللي بعته. انا خدت عهد على نفسي اللي انا لما ربنا يكرمني انا هعمل كده، الحمد لله يعني، الحمد لله دي حاجه بيني وبين ربنا يعني. فساعتها خلاص بقى رحت مضيت الاوفر ليتر وبدات بقى خلاص اشتغل، وبدات الدنيا تتظبط واحده واحده. وما كنتش انا على فكره تمريض، انا كان زي ما قلت كنت اشتغلت في المدرسه، كنت بعمل رخص سيارات للناس، وكان مجال جديد عليا، وكان السيلز، وكان في يعني صعوبات كتيره وبتاع، بس كان من احسن التجارب اللي عدت عليا في حياتي عشان علمتني حاجات كتير، عرفتني بناس كتير. انا ممتن جدا للشركه دي، كانت فتره جميله ويعني انا كنت مبسوط بيها جدا. انا كان ساعتها ما كانش معايا ترخيص التمريض، كان ده هدفي اللي انا لازم يكون معايا الترخيص بتاع التمريض. فاشتغلت ساعتها واموري الحمد لله كانت بدات تتظبط، وبدات اللي انا ارتاح نفسيا شويه. بس انا اخد عهد على نفسي اللي انا لازم اعمل ترخيص بتاع التمريض، سواء حابب الشغلانه او مش حاببها ايا كان لازم اعمل ترخيص بتاع التمريض. من تاني قبض رحت اخد القبض من هنا حطه في الداتا فلو كله، والله العظيم 3 وواحد صاحبي يشهد عليا. انا خدت ساعتها كنت اول مره استلم القبض بالفيزا، خدت الفيزا روحت البيت فتحت الداتا فلو، انا كنت عاملها لنفسي مش عاملها تبع شركات، عملت الداتا فلو. كان ساعتها مش عارف دافع حوالي 2000 وحاجه درهم، بعد كده مش عارف دفعت البتاع ده. المهم كان القبض كله اتسحب. هتعمل ايه بعد كده معرفش، هتمشي ازاي بعد كده معرفش، بس ربنا هيأثرها. تاني شهر الشهر اللي بعده على طول رحت رايح ممتحن الامتحان بتاع البروماتريك، ده كان بحوالي برضو 1000 درهم كمان. بس انا التكلفه هنا زادت معايا، معرفش الداتا فلو هنا انا عملتها برقم غريب، تقريبا دخلت معايا في حوالي 7000 درهم بالاوراق اللي معايا بكل حاجه يعني، عشان هي عطلت معايا هنا على BLS وكده. دايما بقول للناس ما لو انت جاي تمريض دكتور طبيب اسنان صيدلي يا باشا الداتا فلو بتاعتك وترخيصك تجيب الترخيص جاهز تلف على المستشفيات عشان تبقى في الامان، عشان ما تتمرمطش شبهي يا باشا، تيجي هنا بترخيصك والمجال الطبي ربنا باذن الله هيكرمك. فعملت الترخيص، فقلت هو انا زنقت نفسي ليه؟ يعني هو انا عملته دلوقتي ليه وزنقت نفسي ليه؟ طب شم نفسك مفيش، والناس تقول لي يا ابني طب انت بتعمله ده غلط، اقول لهم لا مش غلط. وفي واحد صاحبي بارك له يعني يا باشا اعمل انت ما تعلمش الظروف ايه. اعرف بطريقه ما والله من خلال لينكد ان كده ان في اوبن ووك مفتوح. طب انا ساعتها الترخيص كان خلص لسه ما خلصش، كان في رمضان اللي فات. رحت الاوبن ووك، واول ما رحت هناك انا قلت راح اشوف الدنيا، جت معايا جت ما جتش اخد بعضي وامشي. يعني انا رايح مش كنت ساعتها شغال برضو، لقيت لك في بتاع حوالي 1000 نفر وانا رقمي مش عارف 422، ان انت بتعمل كده سكان QR كود كده وبتاخد فيها رقم. يعني انا هستنى 422 نفر؟ مش هستنى 422 نفر. قلت استنى شويه مش عارف ايه بتاع الدنيا. طب اهدى، طب انا عايز امشي
خلاص انا ماسكه اللي انا امشي. قلت يعني انا خلاص، يعني انا اللي معيش ترخيص وانا اللي هياخدوني خلال من وسط كل دولت، يعني خلاص ما فيش غير اللي هياخدوني انا. فقلت يا عم طب استنى شويه. استنيت ساعه، ساعتين، 3. قلت خلاص انا هاخد بعضي وامشي. ابص الاقي لك بينادوا يقول لك تعالى 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 اطلع انترفيو. والله العظيم زي ما بقول لك كده، اطلع انترفيو. اول انترفيو انت معاك ايه معايا كذا 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 كذا. انت جاي تشتغل ايه مثلا؟ انا الترخيص بتاعي كذا، انا مثلا خبرتي كذا كذا كذا. يقول لك طيب ماشي، استنى الانترفيو اللي بعده. خش الانترفيو اللي بعده، يسالوك شويه اسئله. الحمد لله كنت طبعا مذاكر ساعتها، لان كنت مذاكر الامتحان وبتاع والدنيا. ودي حاجه من الحاجات المهمه، حرام عليك نفسك اللي انت توصل لانترفيو وانت مش جاهز له. لان انا شفت ناس كتير هي مش جاهزه كلغه، مش جاهزه كخبره، مش جاهزه كانترفيو، مش مظبطه نفسها في الانترفيو. الحمد لله كنت رايح بريمو، يعني انتوا عارفين بقى البدله الزرقاء اللي انا مشهور بيها والظابط حالق، ويعني الحمد لله برضو كان شكلي كويس. يعني قال لك يا باشا روح ونام مرتاح. هو قال لي كده حرفيا بالظبط. يعني فانا ساعتها انا اصلا معيش الترخيص. فبيقول لي انت معاك ترخيص؟ قلت له طبعا معايا ترخيص. انت بتهزر ولا إيه؟ معايا طبعا ترخيص. خدت بعدي وروحت. اسبوع بالظبط الاقي لك المستشفى بتكلمني، انت شورت ليست معانا. ايه؟ مين اللي انا؟ انتوا اخترتوني انا؟ ازاي؟ انا عايز اقول لها ازاي كذا 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 كذا، وبعت لنا الورقه. قلت له معناها ايه؟ حاضر. معايا الترخيص؟ لا، الترخيص متعطل على ورقه من مصر. الورقه دي عشان تخلص مش قدامها مش اقل من شهر، وهي مداني يومين بس اللي انا اخلص الترخيص وابعت لها اللي هو الاليجيبيليتي ليتر. طبعا انا بعت لها الورق كله راحت هي بعت لي الاوفر ليتر. رحت انا موقع الاوفر ليتر، فبتقول لي بعت لي الترخيص. قلت لها انا عايز بس اقول لك على حاجه، الترخيص مش معايا. قلت لي ايه؟ هاو كم؟ ازاي؟ واي دينت تيل مي؟ انت ما قلتليش ليه؟ مش عارف ايه. قلت لها بص يا فهمي، انا مخلص امتحان ومعدي ومخلص داتا فلو، بس هي واقفه على حاجتين، واقفه على البي ال اس وانا بخلص البي ال اس، وواقفه على ورقه كده من جامعه اسكندريه وانا بخلص. قالت لي قدامك يومين بالظبط. انا بقى اتنطط عشان اخلص الورقه دي بقدره قادر الورقه دي تخلص في خلال اسبوع. طب انا نايم الجنب ده خلال اسبوع ازاي؟ لازم تبقى سياسي. هي كل شويه بتكلمني تقول لي انا هكنسل. قلت لها بصي يعني انا في كذا كذا، وبعت لها سكرين شوتات وبعت لها الداتا فلو بتاعتي. بس اديني مهله بس اسبوع. ادتني مهله لحد يوم الاثنين ولحد يوم الجمعه. المهم لحد يوم الاربع او لحد يوم الخميس تقريبا كان الابلكيشن بتاعي لسه ما كانش خلص، وقدم على الدي اتش اي واترفض، واخسر ساعتها 250 درهم على الابلكيشن. فقلت بص انا اللي انا هعمله كالتالي، انا هقدم الابلكيشن لتاني مره ب 250 درهم تاني، وهستنى الورقه تجيلي من اسكندريه. جت قدمتها خير وبركه، ما جاتش خلاص ربنا كان مش كاتب لي نصيب في الشغلانه دي. عملت توكيل، والتوكيل ده انا ما كانش معايا فلوس ابعته ب 75 درهم والله العظيم الفتره دي، وبعد كده بعته ب 120 درهم عشان انا خلاص مضطر عليه. بعت التوكيل. المهم طبعا انا عمال اضغطهم يلا خلصوا عشان انا محتاج الورقه دي ضروري، ومش عارف محدش يعرف حاجه، محدش يعرف. انا من النوع اللي ما بحبش اعشم حد في حاجه. المهم الورقه تجيلي يوم الاربع العصر. قدمتها قدمت الابلكيشن تاني مره كمان واترفض. بس انا ليا مثلا واحد يعني وان ابيل بس اللي انت تقدمه وتعمل مثلا اللي انت تعديل فيه، بعد كده الابلكيشن بيروح عليك، و 250 درهم بيروح عليك. رحت مقدمه واترفض. فانا عارف اللي هو هيترفض على الورقه دي بس، فلما اقدم الورقه دي بس يبقى الموضوع اسرع. فهي عطياني اخر مهله يوم الجمعه، وانا الورقه جات لي يوم الاربع. طب الابلكيشن ذات نفسه هياخد 5 ايام عمل. فقلت بص انا قدمت الابلكيشن وقدمت الورقه وخلصت البي ال اس، كل ده انا مخلصه من هنا. قلت يا رب انا عملت اللي عليا، لو ليا نصيب فيها اديها لي الشغلانه دي، لو ماليش نصيب فيها خلاص انا راضي. واجي انام اليوم الخميس الساعه 5 الفجر اللي هو صباح الجمعه. انا عارف ان هم هيكلموني هيقولوا لي فين الورقه الساعه 10 الصبح، هم بيتكلموا بالميعاد. يعني ايدي وجعتني على فكره، والقهوه خلصت وبتاع، موضوع كبير يعني. اجي انام الساعه 5 اقول ابص على الايميل كده، ابص الاقي لك جالي مسج من دي اتش اي يور ابلكيشن هاز بين ابروفد. الله، ده اتوافق عليه. مين اللي موافق عليه الساعه 5 الفجر؟ مين اللي صحي لي الساعه 5 الفجر عشان يوافق عليه؟ سبحانك يا رب. رحت قايم منطرنا على السرير وقعدت الحمد لله يعني احمد ربنا، ويعني الواحد كان مبسوط طبعا ساعتها. خلاص بقى دي كانت اهم حاجه يعني.
قمت اجي احمل الاليجيبيليتي ليتر بتاع اللي هو الترخيص بتاعي، مش عايز اتحمل. بس مش مشكله يعني، كان في مشكله في الموقع، وقعدت اتواصل مع الDHL الساعه 5 الفجر. فاهم انت بتوصل الساعه 5 الفجر ليه يا ابني؟ حرام عليك. واجي افضل احمل في الابلكيشن. طبعا هم يكلموني الساعه 10، قلت لهم بس ما تقلقوش خلاص الترخيص بقى معايا، ما تقلقوش يعني. قلت له تبعت لنا الترخيص، قلت لهم بس اول ما يخلص، بس في تكنيكال ايشو على الويب سايت، واول ما تتظبط هبعتها لكم على طول. قالوا لي خلاص مفيش مشكله. من الساعه 5 الفجر انا ما نمتش يوميها، عمال اعمل داونلود مش عايز اتحمل، لحد الساعه 3 العصر بعمل داونلود. اتحملت، قلت الله اكبر الله اكبر، شيكو بقى معاه الترخيص في الامارات، الله اكبر. وساعتها كان قدام واحد صاحبي حبيبي يعني، شاد انتوا كلكم عارفين يعني، قال لي ابعت يلا ابعت على طول ابعت. من ساعتها بقى انا خلاص بقى يعني، انا رميت بقى الهم بقى، قلت خلاص انا عملت اللي عليا، اللي في الخير بقى يقدمه ربنا وكده. وبعد كده الحمد لله الاجراءات مشت وتعينت. الفترة دي بقى اللي هي الفترة اللي انا كنت بتوظف فيها في المستشفى، عدت عليها اصعب فترات حياتي، لان كان الوالد ساعتها كان تعبان وكان في العناية، وعارف انت بقى الدنيا بتخبط من كل ناحية، والدنيا كانت مش حلوة خالص نفسيا معايا. انا عملت جوين في المستشفى في اول مايو يعني، في اول كان اول يوم شغل ليا 1/5. الوالد توفى يوم 5/5. انا ما كانش اقامتي لسه طلعت، فولا عارف اسافر ولا عارف اعمل حاجة، وفي نفس الوقت انت بتحارب لحاجة بقالك سنين وانت مش عارف انت عايز تعمل ايه. وانا اخد قرار ان لا قدر الله لو حصل حاجة، يعني انا من النوع ان انا الحمد لله انا برضه بقضاء ربنا في كل الاحوال يعني، ومحدش مقصر معاه، محدش قصر معاه الحمد لله. فانا اخد قرار ان انا مش هنزل. بس انت ساعة القدر انت ما بتعرفش انت بتعمل ايه. العجيب في الامر ان انا اقامتي طالعة، الاصدار بتاع الاقامة يوم 5/5، بس انا كنت لسه ساعتها استلمتها فيزيكال ومعرفش ان الاقامة طلعت. والوالد توفى يوم 5/5، يعني انا المحفظة مش معايا عشان اوريكم الاقامة الاصدار بتاعها يوم 5/5/2025، وانا اصدار الاقامة بتاعتي 5/5 يوم 25. واروح اجري اقعد في الشارع احاول احجز تذكرة طيران، مش لاقي. طب انت هتروح انت معكش اقامة؟ ما انا معرفش ساعتها ان الاقامة طلعت، معرفش. خلاص انت مش عارف انت بتعمل ايه. فدي كانت من اصعب الحاجات اللي عدت عليها في حياتي، اللي انت تفقد حد عزيز عليك وغالي عليك في السكة، و انت مش في ايدك حاجة يعني، انت مش في ايدك حاجة اللي انت تعملها يعني. فخلاص انا قلت مش هقدر انزل يعني، مش هقدر انزل ومش هقدر اعمل حاجة، خلاص ده قضاء ربنا. وحضرت الجنازة اونلاين معاهم، وكانت دي من اصعب الاختبارات اللي عدت عليها في حياتي. فربنا ما بيحطكش في حاجة غير لما انت تكون انت قدها. فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله.